بيبدأ فيلمنا في مطار بوسطن اللي بيكون مليان بناس كتير من كل الجنسيات وكلهم مستنيين رحلاتهم عشان يسافروا. ومن ضمن الناس دول واحد اسمه كلاي فنان ساب مراته وابنه جوني قبل سنة وسافر عشان يحقق أحلامه، والنهاردة راجع عشان يصالحهم ويرجعوا لبعض تاني ويلموا شمل العيلة زي زمان. كلاي بيتصل بمراته شارون من الموبايل بتاعه، بس فجأة الاتصال بيقطع بسبب ان بطارية تليفونه خلصت، فبيدور على اي طريقة عشان يشحن بيها تليفونه، بس للأسف مش بيلاقي، فبيتضايق جدا وبيضطر انه يروح يستخدم تليفون عمومي. بيكلمها تاني وبيحاول ان هو يصالحها، بس هي بتكون متضايقه جدا وبتقوله ان كل حاجه اتغيرت بعد ما بتضحى بيهم وسابهم لوحدهم هي وابنها. بس كلاي كان مصمم انه يرجع العلاقه تاني زي الاول وبيعتذر لها كتير جدا. وفجاه بيلاحظ ان كل اللي بيستخدموا موبايلاتهم بيتعبوا وبيطلعوا رغوه من بقهم وبيصرخوا بشده من الالم، وفي ناس منهم كانوا بيعتدوا على غيرهم وبيضربوهم. وساعتها بتحصل فوضى كبيره جدا في المكان وكل الناس بتجري وبتهرب ومحدش فاهم حاجه. وفجأة بيظهر راجل طباخ ماسك سكينة وبيقتل في الناس وهجم على كلاي بالسكينة، بس حمى نفسه بالشنطة والطعن ما جاتش فيه. بتيجي الشرطة وبتفكر ان كلاي واحد من المصابين، بس قبل ما تقتله بتكتشف ان هو مش مصاب. عدد الزومبي بيزيد كل لحظة وبيضطر كلاي انه يمشي ورا الشرطة عشان يهرب من المكان. بيوصل الدور التاني، بس وقتها بيلاقوا زومبي كتير جدا في المكان، فبيهرب كلاي وبيرجع للدور الارضي، وهناك بيدور على مكان يستخبى فيه من الزومبي. وقتها بتنفجر طيارة في السماء وبتقع في المطار، وبسرعة كلاي بيهرب من المكان اللي فيه النار، بس الزومبي بتحصله ومش بيسيبوه وبيطاردوه في كل مكان، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لمحطة المترو، والزومبي برضه مش بيسيبوه. بس الحاجة الغريبة ان الزومبي لما بيوصل محطة مترو الانفاق كلهم بيحصل لهم زي شلل، مش بيتحركوا، زي ما يكونوا فقدوا الاشارة اللي بيحركوا. كلاي بيستغل الفرصة دي وبيهرب من قدامهم، وبسرعة بيدخلوا العربية بتاعة المترو اللي بيكون فيها ناس كتير نجوا من الزومبي. وكلاي وقتها بيقول لهم لازم يسيبوا المكان بسرعة عشان في طيارة انفجرت والمكان كله هيتحرق، فبيقولوا له ان القطر مش هيتحرك لان الكهرباء مقطوعة. توم سواق القطر بيقول لهم ان معاه خريطة الانفاق كلها، والحل الوحيد عشان يهربوا من المكان انهم يمشوا الطريق كله على رجليهم. ناس كتير منهم بترفض وبتفكر انها تقعد في القطر لحد ما الكارثة دي تنتهي، بس بيعرفوا وقتها ان عمال المجاري هيغرقوا المكان كله بالمية، وفي خلال 24 ساعة كل المكان هيغرق. توم وكلاي قرروا انهم يمشوا، وبينضم ليهم واحد تاني بعد ما بيقتنع بكلامهم، وبيمشوا في الانفاق هما التلاتة. وفي اخر النفق بيشوفوا ناس كتير، فمش بيقدروا يتأكدوا انهم زومبي ولا ناس عاديين مش مصابين. في الوقت ده بيظهر زومبي فجأة من الضلمة وبيتهجم على الشاب اللي معاهم وبيقتله. بسبب الدوشة اللي حصلت وقتها بيلفتوا انتباه الزومبي ليهم، وبيبقى فيه سلم صغير بيطلعوا بسرعة وبيخرجوا وبيقفلوا الباب بصندوق الزبالة عشان يمنعوا اي حد من الزومبي يخرج وراهم. وبيتفاجئوا لما بيخرجوا ان المدينة كلها مصابة، فبيدوروا على اي مكان يستخبوا فيه، بس مش بيلاقوا قدامهم غير الاستوديو بتاع كلاي. وفعلا بعد شوية بيوصلوا للاستوديو وبيقفلوا على نفسهم. كلاي بيفكر انه يتصل بمراته عشان يطمن عليها، فتوم بيديه الموبايل بتاعه عشان يبعت لها رسالة، لكن الرسالة مش بتوصل وبتتحول لرموز غريبة. فجأة وهما بيتكلموا وبيخططوا يعملوا ايه الباب بيخبط، فبيبص كلاي من فتحة الباب وبيعرف انها واحدة اسمها أليس. بيفتحوا لها الباب بعد ما بيتأكد انها مش مصابة، وبتبقى ساكنة في الشقة اللي فوقهم وجسمها كله مليان دم وماسكة في ايديها سكينة، وبتبقى مصدومة وخايفة قوي. فكلاي بيقول لها تروح تستحمى وتغير الهدوم اللي لابساها، وعلى الرغم ان كلاي مش متأكد ان مراته وابنه لسه عايشين ولا لا، بيقرر انه يرجع البيت ويطمن عليهم. فبيقرروا توم وأليس انهم يروحوا مع كلاي البيت لان وجودهم مع بعض افضل ليهم كلهم. ومع الفجر قرروا انهم يخرجوا من الاستديو، ولاحظوا ان الزومبي بيتصرفوا كأنهم عصابة منظمة. الزومبي لو شافوهم او حسوا بيهم ده معناه الموت، وعشان كده كانوا بيتحركوا في هدوء جدا. وفي الشارع شافوا مجموعة من الزومبي بيلفوا في دايرة ورا بعض وما قدروش يفهموا هما ليه بيعملوا كده. وقتها بيعدي 2 راكبين موتوسيكل. الزومبي اول ما بيشوفوهم بيجروا وراهم وبيحاولوا يهربوا، لكن للاسف الزومبي بيوقعوهم على الارض وبيقتلوهم بطريقة بشعة. كلاي وباقي المجموعة بينتهزوا الفرصة دي وبيهربوا بسرعة بعيد عن الزومبي لحد ما بيوصلوا عند بيت راجل بيبيع سلاح بشكل قانوني، وبيقرروا انهم يدخلوا يشتروا منه سلاح. فبيدخلوا البيت وبيكتشفوا ان الراجل ومراته مقتولين، وبيلاقوا اسلحة كتير جدا في البيت، فبياخدوا كل الاسلحة اللي محتاجينها. وساعتها حسوا بالامان لانهم هيقدروا يحموا نفسهم من الزومبي. وقتها أليس بتشوف طفل صغير قاعد يتمرجح لوحده، فاعتقدوا ان ده مش مصاب وخرجوا كلهم عشان يتاكدوا. بيقربوا منه بيلاقوه ماسك كلب صغير، بس بسرعة بيدرك ان الكلب اللي معاه متحول لزومبي. ساعتها بتظهر مجموعة من الزومبي مستخبيين ورا الشجر مستنيين اللحظة اللي هيهاجموا فيها. وقتها كلاي واللي معاه بيلاحظوا وجود الزومبي حواليهم، فبيخافوا جدا وبيقرروا يهربوا بسرعة من المكان اللي هم فيه. فجأة
عدد كبير قوي من الزومبي بيجروا وراهم وبيطاردوهم. الزومبي بيكونوا معاهم اسلحه في ايديهم وده بيخوفهم اكتر. بيستمروا في الجري والزومبي وراهم وبيستخدموا الاسلحه اللي معاهم وبيقتلوا عدد كبير منهم، بس للاسف الذخيره اللي معاهم قليله وبتخلص منهم فبيكملوا جري، وفي النهايه بيوصلوا عند حافه نهر وللاسف مفيش اي طريق تاني يهربوا منه. الزومبي بيوصلوا عند النهر ومش بيلاقوهم وبيفضلوا يدوروا عليهم لكن مش بيعرفوا مكانهم. وبنعرف وقتها ان كلاي واللي معاه استخبوا تحت مركب خشب قديم. الزومبي فضل مستني عند النهر وابتدوا يعملوا اصوات غريبه جدا ويتألموا زي ما يكون حد بيعاقبهم، وبيكونوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل وليه الزومبي بيعملوا الاصوات دي. وفضلوا وقت طويل على الحال ده، بس بعد شويه كل الزومبي بيمشوا من المكان في هدوء جدا وبرضه مش فاهمين ايه اللي بيحصل معاهم وليه مشوا كلهم مع بعض مره واحده وفي صف واحد. بعد ما بيتاكدوا ان المنطقه اللي حواليهم ما فيهاش زومبي بيقرروا انهم يكملوا رحلتهم. توم وقتها بيعتقد ان الزومبي بيتجمعوا بس لما الشمس تغيب وفي مجموعات مع بعض، وكلاي بيقول له انه مش فاهم ازاي لما واحد من الزومبي بيشوفهم كل الزومبي بعد كده بيتجمعوا في نفس اللحظه زي ما يكونوا بيتواصلوا مع بعض. بيعتقدوا برضو ان الزومبي بيشتغلوا زي ما يكونوا خليه واحده او مرتبطين بشبكه واحده زي شبكه التليفونات، وده اللي مش قادرين يفهموه او يفسروه. بيكملوا رحلتهم وفي الطريق بيسمعوا صوت موسيقى جاي من بعيد فبيمشوا ورا صوت الموسيقى اللي بيوصلهم لمدرسه، وهناك بيلاقوا ناس مش مصابين منهم المدير وواحد من الطلاب. بيتصدم لما بيكتشفوا ان الموسيقى جايه من موبايل واحد من الزومبي اللي نايمين في ملعب المدرسه. الزومبي كانوا متجمعين مع بعض في الملعب وماسكين تليفوناتهم، وبيكون في عدد كبير قوي من الزومبي في الملعب وكلهم مش بيتحركوا. المدير بيعرفهم ان الزومبي بيفضلوا كده لحد الفجر وبعدها بيتحركوا تاني، وكلاي بيقترح انهم يقتلوا كل الزومبي دول، بس مدير المدرسه بيقترح انهم يرشوا عليهم بنزين بشاحنة رش كبيره وبعدها يحرقهم بالنار. الفكره دي كانت بالنسبه لهم غير انسانيه، بس مفيش حل قدامهم غير كده. وبعدها عربيه ضخمه بترش عليهم بنزين وبيولعوا فيهم مره واحده. مجموعه من الزومبي بتفوق وبتحاول تهرب بس النار بتحرقهم كلهم، وفي اللحظه دي النار بتوصل للعربيه اللي بيبقى فيها المدير وبيموت من الانفجار. المجموعه بيهربوا بسرعه من المدرسه وبيلاقوا بعد شويه بيت بيقعدوا فيه. كلاي وهو نايم بيحلم حلم مزعج جدا. بيكون في الحلم ده واحد من الزومبي لابس هدوم لونها احمر، ومش بس هو اللي بيشوف الحلم ده، دول المجموعه كلها بتشوف نفس الحلم في نفس الليله. الزومبي اللي لابس هدوم لونها احمر بيكون نفس الشخصيه الهزليه اللي رسمها كلاي في كتاب الهزل. وقتها بيحسوا بالرعب لانهم شافوا كلهم نفس الحلم، وبيقرروا انهم يكملوا رحلتهم لبيت كلاي. بعد ما مشوا مسافه طويله بيلاقوا بار وبيسمعوا صوت ناس جواه وبيخبطوا عليه، وبيكتشفوا ان في ناس كتير مش مصابين فبيدخلوا كلهم، واللي هناك بيرحبوا بيهم وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وقت طويل جدا وبيبداوا يرقصوا ويهيصوا مع بعض. بعدها كل واحد راح ينام، بس بعدها واحده اسمها سالي بتصحى من النوم لانها بتسمع صوت غريب فقربت من الباب عشان تسمع الصوت ده. كلاي بيصحى وبيقرب من سالي وفجاه بيهاجموا زومبي متحور وكلهم بيصحوا من النوم في الوقت ده، ودار صراع عنيف جدا بينهم وبين الزومبي المتحور، ودول غير الزومبي التانيين لان الزومبي المتحور بيقدروا انهم يحولوا الناس لزومبي من خلال الصوت اللي بيطلع من بقهم بدل الصوت اللي بيطلع من التليفونات. بيستمر القتال وبيموت عدد كبير قوي منهم، وفي اللحظه دي بيهجم زومبي على توم وبتيجي اليس وبتقتل الزومبي، بس في اللحظه دي سالي بتضربها على راسها ضربه قويه بتتسبب في موتها. بعد ما بيخلصوا على كل الزومبي بياخدوا اليس وبيدفنوها، وما بيكونش فاضل غير كلاي وتوم وولد صغير تاني معاهم. بيكملوا طريقهم وبيدخلوا مكان وهناك بيلاقوا اتنين قاعدين، واحد اسمه ري والتانية اسمها دينيس، وبيقولوا لهم ان الزومبي الرئيسي اللي لابس احمر بيقدر انه يدخل جوه عقل الناس وبيحولهم لزومبي وبيجذبهم لبرج الاشاره الرئيسي اللي من خلاله بيتحكم فيهم، وبيكونوا ماسكين زومبي ورابطينه، وبيكون الزومبي ده اخو دينيس، بس بيكونوا مغطيين عينيه لان الزومبي بمجرد ما يشوفهم هيجذب باقي الزومبي لحد عندهم. دينيس بتقول لهم ان لما يحس بوجود اي زومبي قريب منهم بيجذب باقي الزومبي. في الوقت ده بيخرج من الزومبي صوت طفل، فكلاي بيتعرف على الصوت لانه بيكون صوت ابنه، فبيشيل الغطا من على عينيه وبيكتشف ان هو مش ابنه ولا حاجه، وان ده كان فخ من الزومبي عشان يشوفهم ويجذب باقي الزومبي لمكانهم. وقتها توم بيقتل الزومبي بسرعه، بس للاسف باقي الزومبي عرفوا طريقهم وبعد شويه هيتجمعوا كلهم ويهاجموهم، عشان كده بيضطروا انهم يسيبوا المكان ويمشوا. بيكونوا راكبين عربيه وفي نص الطريق ري بيوقف العربيه وبياخد كلاي معاه عشان يقول له كلام مهم. بيقول له انه فضل 3 ايام صاحي في الغابه بيقاوم محاولات الزومبي الاحمر اللي عاوز يدخل جوه عقله ويسيطر عليه ويحوله لزومبي، وبيقول له انه تقريبا كده اتصاب ولازم ينهي الموضوع بنفسه. وقتها بيدي كلاي تليفونه ورقم معين وبيقول له بمجرد ما يوصل لبرج الاشاره الرئيسي يتصل بالرقم ده. وقتها بيقول له لكلاي يمشي بسرعه من قدامه لانه هيفجر نفسه، وبمجرد ما كلاي بيبعد شويه ري بيفجر نفسه وبيموت. كلاي بعدها بياخدهم في العربيه وبيمشوا، وبعد رحله طويله بيوصل للبيت بتاعه وبيدخل لوحده
مش بيلاقي اي اثر لابنه او مراته، بس بيلاقي رساله من ابنه بيقوله ان امه اتحولت لزومبي. وفي الوقت ده بيقرر انه يسيب البيت ويمشي، بس بيسمع صوت جاي من الدور التاني وبيطلع لفوق وبيفضل يدور على الصوت جاي منين، وفجاه بيهجم عليه زومبي وبيحاول يقتله، بس قبل ما الزومبي يقتله بيجي توم بسرعة وبينقذه وبيقتل الزومبي. في اللحظة دي بيكتشف كلاي ان الزومبي ده يبقى زوجته. بعدها بيقرر كلاي انه ينفذ كلام ري ويروح لبرج الاشارة الرئيسي ويفجره. بيدخل العربية وبيلاقي كمية كبيرة من المتفجرات جواها، كان مجهزها ري عشان يروح للبرج ويفجره عشان يقضي على كل زومبي مرة واحدة. كلاي بيقول لهم انه هيروح لوحده ويفجر البرج. كلهم وقتها بيحاولوا يمنعوه، بيقولوا له انه اكيد مش هينجو من الزومبي لان هم في كل مكان، لكن كلاي بيصمم يروح لوحده وبيركب العربية. وبعد رحلة طويلة طول الليل بيوصل وبيسوق العربية وسط الزومبي وهو مش خايف منهم. بيوصل عند برج الإشارة وهناك بيكون الزومبي الأحمر واقف قدامه. بيدوسوا كلاي بالعربية وبعدها بينزل ومعاه بندقية وبيقتله. فجأة كلاي بيسمع صوت ابنه وبينده عليه، بس بيبقى عارف ان الصوت مش صوت ابنه الحقيقي. وبيشك كلاي ان ابنه اتحول لزومبي قبل ما يفجر البرج، وقبل ما يفجره بيظهر ابنه قدامه وبيحضنه. في اللحظة دي بيقوم الزومبي الأحمر اللي بيكون لسه عايش وبيعمل صوت، وباقي الزومبي بيعملوا نفس الصوت. ابن كلاي بيفتح بقه وبيعمل نفس الصوت. وفي اللحظة دي كلاي بيتصل بالرقم اللي خده من ري وبينفجر البرج وبينجو هو وابنه من الانفجار. القصة مش بتخلص على كده، لان بعدها بنشوف كلاي ماشي وسط الزومبي وده بيدل على انه اتحول وبقى واحد منهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. متنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل افلامنا الجديدة. يلا اشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.